أنا خايف، خايف يجي ياخدني. ودي كانت كلمة أخويا الصغير على طول كان بيقولها. قبل ما أخش على قصة أخويا هقول لكم بس بعض الأمور كده عشان تفهموا القصة. بيت ستي بيت عتيق، تقريبا بقاله أكتر من 200 سنة زي أي بيت في القرية عندنا. رممنا فيه بعض الأجزاء كده علشان يقف على رجله، بس هو لسه محتفظ بشكله الأصلي. بيت ستي كان فيه طاقة غريبة جدا مش مفهومة، والقرية عندنا كانوا بيقولوا البيوت اللي طاقتها غريبة مش طبيعية دي بيوت مسكونة بعمار البيت. وفي اعتقاد القرية واحنا كمان معاهم كان أي بيت قريب من ضريح لأولياء الله بيبقى لازم يكون فيه عمار بيت. جدتي دايما كانت بتسهر معانا بالليل وتفضل تحكي لنا حكايات غريبة عن واحدة اسمها ستنا خضرة. ستنا خضرة ديت كانت بتقول لنا إن هي ساكنة معانا في نفس البيت هي وعيلتها. ودايما ستي قبل ما تبدأ أي قصة كانت لازم تقول جملة كده، تقول إحنا ناس ومعانا ناس وتحتنا ناس وفوقنا ناس. جدتي كانت من مشاهير القرية، أهل القرية كانوا بيقولوا عليها إن هي صاحبة كرامات. ودايما جدتي ملاحظة على أخويا الصغير اللي هو يوسف حاجة غريبة. ويوسف أخويا أصلا طفل ذكي ونشيط كده، وعشان كان آخر العنقود كان بابا وماما كانوا مدلعينه زيادة عن اللزوم. وكان يوسف أخويا عنده طبع غريب جدا، لما كان بيتعصب بيخبط راسه في إيده مع إنه طفل. بس في حاجة غريبة، جدتي قبل ما تتوفى جمعتنا كلنا وقالت لنا خلوا بالكم من يوسف. وبعد وفاة جدتي كل حاجة اتشقلبت، حالنا اتبدل، زي محصول والدي في الأرض مبقاش زي الأول خالص. بس الأساس في كل ده هو يوسف أخويا، حاله اتشقلب 360 درجة بعد وفاة جدتي. وبالذات بعد سنة من وفاة جدتي ظهر على يوسف التعب، وفي يوم من الأيام حصل له سخونية رهيبة. لفينا على دكاترة القرية كلها، ما كانش حد عنده أي حل للسخونية دي. وطبعا هتقولي دي سخونية عادية زي أي حد، لأ مش طبيعية خالص. حالات السخونية اللي بتيجي لأخويا كانت بتيجي يوم الحد من كل أسبوع وبعدها بيفوق. واللي لاحظت على يوسف إن في أغلب الوقت بيكون باصص على ركن معين في الحيطة، ودايما يفضل يصرخ ويقول أنا خايف أنا خايف ياخدني. والأغرب إن ماما لما كانت بتحط الكمادات على راس يوسف لما بيكون عنده سخونية تقوله مش هسيبه ياخدك، ويفضل يوسف يصرخ. وفي يوم من الأيام الأسبوع بالذات يوم الأحد لقيت يوسف قام جاب قلم ورسم على الحيطة رسمة غريبة جدا، راس بشعة. واحنا قاعدين نبص على الرسمة وعليه وساكتين مش عارفين ايه التفسير اللي بيحصل ده ولا هو بيعمل ليه كده. وهنا بقى دخلنا في طريق تاني، طريق جديد كده، طريق المشايخ. بس هقولك على صراحة، هو ما كانوش مشايخ، كانوا مشعوذين ودجالين ونصابين. ما كانوش بيستخدموا القرآن في أي حاجة. وكل مشعوذ ماما كانت بتروح له يديلها ورقة مكتوب فيها كلام غريب ورسومات، وفي اللي يقول لها حطيها في مية دوبيها وخلي يوسف يستحمى بيها، والتاني يقول لها لأ حرقيها وحطيها في ركن من أركان البيت، لحد ما بيتنا اتقلب لضريح. والله زي ما بقولك من كمية البخور اللي ماما كانت بتقدها استخدمت جميع أنواع البخور. وطبعا كل ده هبل، ما حصلش أي حاجة، بالعكس حال يوسف بقى أنيل من الأول، لدرجة إن لما كان بيسمع الأذان بيأذن يفضل يصوت ويهيج جامد، ولما حد يروح فينا يهديه يضربه كأن 4 رجالة في بعض، ما كانش في حد يقدر يمسكه. والأمور ديت فضلت مكملة معانا فترة طويلة لحد ما يوسف دخل مرحلة مختلفة عمري ما هنساها في حياتي. دخل في فترة هدوء، كان هادي درجة رهيبة، بيتكلم عادي وبيتكلم معانا ويقعد معانا وبقى بيصلي. فقلنا خلاص الحمد لله ربنا شفاه من عنده وكنا فرحانين. لحد ما في يوم لقيته بيصلي، بس مش عارف ليه اليوم ده ركزت معاه، لقيته واقف بس بيقول كلام مش قرآن، كلام غريب.
وصوته اتغير كأن راجل كبير اللي بيصلي، صوته بقى غليظ جدا. فأنا رحت أوقفه على اللي هو بيعمله، عايزة أقوله إن أنت بتصلي غلط. لقيته مرة واحدة زقني، والله العظيم طرت 4 متر، والله بتكلم بجد، ولف وبيبصلي بكل حق وغيظ، ولف ومشي. وبعد الموقف ده ب3 أيام لقيت حد بيخبط عليا في الأوضة في وقت متأخر، فبقول مين؟ قال لي أنا يوسف. بصراحة أنا مكنتش عايزة أفتح له وكنت خايف منه، فبقول له أنت عايز إيه؟ وصاحي ليه دلوقتي؟ لقيته بيقول أنت خايف مني؟ هو أنتوا كلكم خايفين مني ليه وقافلين عليكم الأوض ليه؟ أنا هنا قلبي ضعف، أخويا الصغير برضك ملهوش ذنب في اللي بيحصل ده، مجرد وقت وإن شاء الله حالته هتتحسن. فعشان كده فتحت الباب، بس اتفاجئت إن هو حاطط إيده ورا ظهره. فبمجرد داخل الأوضة شفت سكينة، صرخت وعليت صوتي وبقول له أنت عاوز تقتلني يا يوسف؟ وهنا بابا وماما جم بسرعة وبحكي لهم بقى اللي حصل، وبقول لهم يوسف عاوز يقتلني. لسه ما كملتش الكلمة ببص على يوسف لقيته عادي وفي ايده مفيهوش حاجة. فلقيت يوسف بيقول لماما انا هقتل عمرو ليه؟ هقتل اخويا الكبير ليه؟ وعموما انا اسمي عمرو والاخ الكبير. المهم هنا الكل لمني انا، وازاي افكر حتى في الموضوع ده، ازاي اخويا صغير يقتلني؟ مش بس كده، لا ده خلوني انا اللي خايف زيادة عن اللزوم وبتخيل حاجات مش حقيقية، وازاي مش براعي اخويا الصغير المريض اللي محتاج اهتمام. بس انا كنت فاهم وعارف ان اللي جوه يوسف مش طايق حد في البيت. بس هنا عايز افهم اشمعنى انا، اشمعنى عاوز يقتلني انا؟ وفي يوم خدوه لنفس المشعوذين وادالهم ورقة وقال لهم ان الكلام اللي جوه الورقة ده قوي وتقيل ولازم يتحرق بعد صلاة العشاء، نوع من انواع البخور يعني ويشمها. وفي اليوم ده اخويا اتحول وبقى هايج جدا، ووقتها ابويا وعمي كانوا ماسكينه ومحدش كان قادر عليه، كانوا عاوزينه يشم البخور غصب عنه. وهنا اخويا طلع من جواه صوت غريب كان بيهددهم. مش هقولك بقى ان انا حضرت المشهد ده كله، لا، انا كنت قاعد في الاوضه كنت مرعوب، كنت خايف اطلع. بس الغريب بعد فتره لقيت اخويا هدي وضعف، وكان قاعد يتوسل لهم ان هم يسيبوه. فانا خرجت في الوقت ده، فلقيت اخويا بيبصلي وبيقول لي يا عمرو خليهم يسيبوني ما يحرقونيش، انا اتحرقت، انا جلدي بيسيح. فهنا بصيت على ايد اخويا، فعلا ايده اتحرقت. فلقيته بيبص لبابا ويقول له يا بابا انا اتحرقت، النار هتحرقني انا، سيبني ارجوك. وبعد ما كان بيتوسل لبابا لقيته بيضحك ضحكة غريبة جدا وبيهز راسه زي المجانين وبيقول لهم سيبني يا بابا، بدل ما هنموت انا وهو هنموت سوا. فبابا كان هنا اول مرة اشوفه بيعيط، بس انا ما كنتش عايزه يسيب اخويا، لان انا واثق اللي بيتكلم ده مش اخويا، ده شيطان ودي من ألاعيبه. بس للاسف بابا سابه وقال لعمي سيبه، الولا ممكن يموت في ايدينا. وفي النهايه سابوه. وبعد كام يوم لقيت اخويا قاعد في الاوضه وفاتح كراسه وبيكتب باللغه العبريه. فهنا ماما لما شافت الكلام ده اتصلت بخالي وقررت ان لازم ياخدوا يوسف ويعالجوه في القاهره عند شيخ كبير مش مشعوذ. وهنا فعلا سافرت معاهم ورحنا، وأول ما وصلنا خالي دخل على شيخ، وبمجرد ما يوسف شاف الشيخ كان عاوز يهرب، بس يوسف اخويا معرفش، كان خالي كان ماسكه جامد. والشيخ فتح المصحف عشان يوسف يتكلم بنفس صوت الراجل الغليظ ويضحك ويقول لهم هدى هدى بابا. طبعا كلنا ما كناش فاهمين حاجة، بس الشيخ قال لنا اللي مسيطر عليه شيطان يهودي، وانا محتاج اكتر من جلسة علشان اطلعه من عليه. وفعلا رحنا قعدنا عند خالي لحد ما نخلص الجلسات دي، والحال زي ما هو، اخويا كان بيكتب في الكراسة باللغة العبرية. بس اللي زاد ايه بقى، ان اي حد يخش عليه كان يقوله على كل تفاصيل حياته. وحتى مرات خالي امها كانت موجودة عندها في يوم، راح قال لها انت مصابة بالكانسر.
فراحت عملت تحاليل، فعلا لقت ان كلامه مظبوط وكان عندها الكانسر. وهنا طبعا مرات خالي كانت خايفة جدا من يوسف، وأصرت على خالي إن احنا لازم نمشي من هنا. وفعلا خالي ما استحملش ورجعنا تاني البلد. ومع رجعتنا يوسف كان بيتكلم باللغة العبرية بطلاقة رهيبة، كان مخارج نطقه مفيهاش غلطة، وبدأ يتكلم بصوت عالي لدرجة إن احنا كنا بنحط إيدينا في ودننا عشان ما نسمعش الكلام ده. وفضل حال يوسف أخويا زي ما هو لحد ما والدي توفى بحادثة، وفضلت أنا ووالدتي ويوسف. كنت حاسس إن أنا شايل هم كبير مش بتاعي، وإن أنا هفضل أعيش في الحوارات والمشاكل بتاعة يوسف أخويا. انت بقى هتقولي إن أنا أخ كبير بقى وهفضل معاهم وكده، لأ، أنا هربت. أيوة هربت من البلد من كتر الرعب والخوف اللي أنا شفته مع يوسف وفي البيت، ونقلت كليتي في القاهرة. بس كنت بطمن على أمي كده في التليفون، وأحيانا كانت بترد عليا وأحيانا لأ، وساعات كتيرة كانت بتقول أنا عايزاك ترجع، خليك معانا في البلد. بس أنا كنت بعودها وأقولها حاضر ماشي، بس ما كنتش بروح. وبعد سنتين غياب عن البلد قررت إن أنا أنزل، لأن أمي ما كانتش بترد عليا، كانت زعلانة مني. فضلت شهرين ما تكلمنيش، بس أنا كنت بطمن عليها من خالتي. وقررت إن أنا أنزل، وغير كده كان فرح ابن عمي. وفي الوقت ده اتمنيت إن أنا ما اسيبش البلد أبدا، يا ريتني كنت قعدت. ونزلت البلد، بس وصلت البلد وقت متأخر بسبب إن الميعاد القطورة كان متأخر. دخلت على البيت عندنا، خبطت، لقيت يوسف اللي بقى عنده 15 سنة بيفتح لي الباب. أنا بقى كنت بفكر إنه هيجري عليا يحضني، بقالي سنتين مش موجود. لأ، عاملني بطريقة غريبة ولا كأن أخوه. فقلتله ازيك يا يوسف، وحشتني، عامل ايه؟ فلقيته بيبصلي كده وبيقولي كويس، وسابني ومشي. فدخلت وراه عشان أشوف أمي، لقيتها قاعدة في الصالة، نكش شعرها، شكلها غريب قوي، وبتبصلي وبتتكلمش، وماسكة ورقة وقلم. فبلعت ريقي كده وبصيت في الورقة، كاتبة نفس كتابات يوسف القديمة بالعبرية. ففضلت أتكلم معاها ما تردش عليا، مع كل كلمة كنت بقولها تضحك وتبصلي. أنا ما كنتش فاهم في ايه. فقمت دخلت على أوضتي وقفلت عليا الباب. بمجرد ما قفلت الباب سمعت خطوات حد جاي، فببص على الباب من تحت لقيت خيال أمي، وبعدها خيال تاني وهو يوسف. وفضلوا واقفين قدام الباب لمدة 10 دقايق، وأنا هنا حسيت برعشة مسكت جسمي كله. فاتكلمت وقلت مين برا؟ سمعت نفس صوتي بيرد من برا بيقولي مين برا، مين برا، مين برا، بيتكرر، كان نفس صوتي. وبعدها تحول لصوت الراجل التخين اللي أنا كنت بسمعه من يوسف. فأنا هنا اترعبت، قلبي كان هيقف. في الوقت ده لقيت بقى خبط جامد على الباب، فرجعت على السرير كده وفضلت أذكر ربنا. وكانت أصعب ليلة تمر عليا، كنت قاعد أسمع أصوات ناس مش موجودة، مش صوت أمي ويوسف، لأ. فهنا اتصلت بخالتي وقلت لها يا أمي مالها؟ فلقيتها بتقولي مالها يا حبيبي، مفيش حاجة، بتسأل ليه؟ فقلت لها أصل أنا في البيت وفي حاجة غريبة. فلقيتها بتقولي بيت مين؟ قلت لها بيتنا يا خالتي. لقيتها مرة واحدة صرخت وقالت لي انت فين دلوقتي يا عمرو؟ فقلت لها خالتي ما ترعبنيش، انا قافل عليا الأوضة. قالت لي اوعى تفتح، هبعتلك العيال دلوقتي. وبعد 10 دقايق ابن خالتي جه هو وصاحبه وبيرزعوا على باب الشقة. فالباب اتفتح، وانا سامع ابن خالتي عمال يرد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففتحت الأوضة عليا، بمجرد ما فتحت الباب قال لي يلا بينا. قلت له في ايه يا سعيد؟ قال لي اطلع انت ما تعرفش حاجة. فطلعت معاه وانا مستغرب وخايف، فبقول له في ايه يا سعيد، انت خوفتني، في ايه؟ بصلي كده بحسرة وقال لي امك يا عمرو اتجننت خلاص، ما بقيش زي الاول، وصوتها اتغير، هي واخوك مش هما اللي بيتكلموا،
وفين لما ترجع تبقى حالتها طبيعية. فقلت له انت بتقول ايه يا سعيد وليه خالتي ما قالتليش؟ فقال لي امي كانت خايفة عليه. فقلت له خايفة عليا ازاي في ايه؟ ولقيته بيقول لي امي كانت خايفة عليك من الصدمة يا عمرو، انت عشت معاهم وشفت اخوك كان بيعمل ايه وانتوا كنتوا بتحاولوا تعالجوه، بس الواضح ان البيت ده فيه حاجة. يمكن احسن قرار انت خدته ان انت مش سبتهم، انت كنت زمانك بقيت زيهم. قال لي اوعى تبات جوه يا عمرو، لازم تمشي، تعالى اقعد عندنا لحد ما تقرر ان انت تسافر تاني، وامي هتحكي لك على كل حاجة. وانا واقف بره كان اصلا يوسف فاتح الباب وواقف في الصالة هو وماما ونظراته ثابتة عليا. ولقيت سعد ابن خالتي خدني ولقيت الباب اتقفل، واعتقد ان دي كانت اخر مرة اشوفهم فيها. وهنا وصلنا لنهاية حلقتنا. انا عارفة ان هي حلقة تقيلة شوية، بس المهم ما تنساش اللايك كده وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. واهم حاجة ما تنسوش ان انتوا تخشوا على الصفحة اللي انا هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن، اسمعوا الجرائم اللي هناك. يلا سلام.